هاي. كنت حابة بس في البداية ان انا اشكر كل الناس اللي كلمتني او ادتني يعني فيدباك ايجابي عن الفيديوهات اللي بعملها، وشكرا بجد ليكم. يعني شجعتوني، ان انا الصراحة كنت بستراجل جدا ان انا اكمل ولا لا، علشان يعني انا مش بحب الكاميرا قوي ومش بحب الاضاءة وبيبقى بيوترني كده. ف فشكرا يعني. وبجد يا رب يكون ولو حتى معلومة واحدة من اللي أنا بقدمها ممكن تفيد أي براند، لأن أنا فعلا نفسي إن في براندز كتيرة تفتح وتنافس في السوق، لأن السوق المصري والسوق العالمي كمان محتاج ناس لسه جديدة. بس نكمل. احنا لسه في حتة الايدنتيتي، احنا هنتكلم النهاردة في البارت 2 في الايدنتيتي، في الهوية. في حتة انك تختار بقى الديزاينز على هذا الاساس، يعني هو ده الكور بتاع الهوية. طيب، اول حاجة عايزة اعرف ان في ناس اوريدي بيبقى عندها هوية او عندها ايدنتيتي في لبسها، في شكلها، فهي ما بتبقاش صعبة قوي بالنسبة لها انها تعمل لنفسها يعني لاين او تراك او اي حاجة، او يعني طريق تمشي عليه ويبقى عندها الحتة دي في ال يعني السمة الأساسية ان يتعرف منها البراند. انت الهوية ببساطة ان انت لما انا ادخل على البيج بتاعتك، ولو ما دخلتش ولو ما شفتش الاسم بتاعك اعرف انه ده بتاعك. تمام، يبقى عندك حاجة بسيطة تتعرف منها ان ده انت البراند فلان الفلاني، او براند فلانة، او يعني اسم البراند ايا كان. ففي ناس بتبقى مثلا فور اكزامبل، انا مثلا مش انا كشخص، بس انا بدي فور اكزامبل ان انا كل بناطيلي بحب افتحها لحد الركبة مثلا. يعني اي بنطلون بشتريه او اي بنطلون بروح افصله، بحب اروح اعمل له تويست كده بطريقه معينه، افتحه من عند الركبه ويبقى شكله مش عارف عامل ازاي، وبماتش بقى معاه اكسسوارز ولبس من فوق كده وحركات يخلي ليا هالة في اللبس. تمام، هو ده اللي انا قصدي بالظبط. انا لما بقى شخص يعني النوع ده من الاشخاص يفتح براند ويحط الحتة دي عنده، هو مش هيتعب لان هو اصلا عنده الحتة دي لوحدها. طبعا مش بتبقى باي ناتشر قوي، بتبقى تراكم معرفي في دماغه وهكذا، حتة سايكولوجي بقى ملناش دعوة بيها دلوقتي، بس هو عنده الحتة دي. فمش هيتعب قوي ان هو يبقى عنده براند يعرف يماركت من خلاله، او يحط الايدنتيتي دي فيها، او يبيعها للناس. تمام. طب انا حد عادي خالص بلبس البنطلون جينز عادي، بشتريه زي بني ادمين عاديين، و ولبسي عادي خالص. انا بس بعرف اماتش الكالرز، وعندي يعني حاجه بسيطه ان انا اقدر ان انا افتح براند. وعلى فكره ده الطبيعي، يعني مش الطبيعي ان احنا نبقى مختلفين، الطبيعي انك تبقى طبيعي. فاهم قصدي؟ ف اعمل ايه عشان خاطر يبقى عندي identity، او عندي هوية، او عندي سمات معينة اتعرف بيها؟ فكر، هي جملة واحدة، فكر في حاجة تحطها في الكوليكشن بتاعك، في اللبس بتاعك، ما تضايقش الناس، وتبقى حاجة مميزة تتعرف بيها. بس كم متني، باترن في الاسورة، باترن في الياقة، باترن في الظهر، لوجو بشكل معين. عندك بقى اختيارات، وادرس بقى، بص بره بيعملوا ايه، فرج عينيك. لما بنفرج عينينا كتير بندرب نفسنا ان الحتة الابتكارية بتاعتنا تعلى. على فكرة ده صح. يعني لما بتبص كتير على موديلات بره، على الوان، على تفاصيل صغيرة، انت بتمرن مخك اوريدي ان يجيلك فكرة. انت مش بتفكر ان يجيلك فكرة، انت بتمرن عينك وبتدي اشارات من عينيك لمخك ان انا عايز الحتة دي وعايزة اكمل فيها، فانا عايز فكرة. فبتشوف كتير. الفكرة مش بتيجي كده، بتيجي بالقراية والدراسة والشوفان عموما، شوفان بكل الطرق، الشوفان اللي ممكن تعرف توصل لها. تمام، ففكر وشوف كتير ايه الحاجة اللي ممكن تميز الكولكشن بتاعك.
بس مش الكولكشن كله يبقى فيه كده. انت مثلا الكولكشن منزل 3 أو 4 ديزاينز، فانت في الواحد بس بتخليه ماستر بيس، وبتخلي بقية الكولكشن يرد عليه. يعني ايه؟ يعني انا مثلا الماستر بيس بتاعتي هتبقى مثلا بليزر فورمال. البليزر دي هعمل تويست فيها ان مثلا يبقى الجيب مش عارفة شكله عامل ازاي والوانه عاملة ازاي. فانت بقيت التلاتة التانيين لو انت عاملهم سيمي فورمال او يعني كاجوال، بس يعني ايه، مش كاجوال سبورتي، اوكي؟ عشان انت لازم برضو تنزل الكوليكشن يبقى رادد على بعضه، ما تبقاش انت واخد واحد سواريه واتنين تي شيرت. يعني الناس الناس بتفهم على فكرة، يعني ده ما ينفعش ينزل على البيج بتاعتك الا لو انت بقى عامل كوليكشن ضخمة او كده. بس انت مثلا عملت جاكيت مثلا او بليزر، فبترد عليه مثلا بدريسز مثلا، انا بدي فور اكزامبل، بترد عليه في الالوان، مش لازما في التيمة بتاعتك. انت مثلا بليزر بيتكون من جرين وبيج والالوان مثلا مختلفة وحاجات زي كده، فانت هتخلي دريس يبقى لونه جرين وفي تويست بيج، دريس تاني بيج وفي تويست جرين، تكون بتماتش الكوليكشن بتاعك. انا بتكلم على حاجه انت بقى هكذا في الكاجوال سبورتي بترد على حاجه لو فيها دعوه بالاطفال وهكذا. فانت التيمه بتاعت الكوليكشن بتاعتك ليها طعم، ليها طعم، ليها شكل، ما تبقاش واحد من الغرب واحد من الشرق. فكرة ده مش معناه ان الناس التانية ما بتبيعش، بس الناس التانية البيج بتاعها ما بيبقاش ليه طعم. دي مهمة جدا، ما بيبقاش ليها شكل، بيبقى بيج حد منزل. انا لو فتحت امازون ولا فتحت نون ولا فتحت جوميا هشتري، انت هتبقى البيج بتاعتك عامله زي جوميا كله على بعضه كده نازل، ما مش بيج بتاعت حد، انا حد بشتري من عنده حاجه اونلاين عجبتني وخلصنا. لكن لما البيج بتاعتك تبقى ليها طعم، تبدأ في حركة البيزنس. انا بتكلم يا جماعة على البيزنس اللي مدى طويل، مش اللي هو عايزة انزل كوليكشن عايزة ابيعه كله. انت ده هدفك بس في النص وفي الاخر. فبداية الايدنتيتي هي اللي هتقدر انها تعمل لك ده، هتدي للبيج بتاعتك طعم، هتدي لها شكل. دي عشان اختيار الكوليكشن. طيب التصوير، انت اخترت شكل كويس جدا وطعم للبيج بتاعتك بالكوليكشن اللي انت عملته. طيب التصوير يا جماعة ده يعني العملة بيبقى ليها وجهين، هي كده الكولكشن والتصوير هو اللي بيبين طعم حلاوة الكولكشن بتاعك. فالتصوير مهم انه يبقى عاكس رؤيتك، عاكس الكولكشن بتاعك. انت والله عامل حاجة فيها فلاورز وناعمة وسموث، ما تروحش تعملها مثلا في البيت، تصوراش في البيت او في خلفيه عامله زي البيت. طبعا في صور بروفيشنال انت لازم تصورها لحاجتك اللي على الخلفيه بيضه وتظهر جدا الحاجه بس، واختيارك للموديل هتبقى ليه دعوه بالايدنتيتي بتاعتك. الموديل ممكن يتغير على حسب الكولكشن بتاعك. ممكن لو انت موديل بتاعك في حركة وتي شيرت وسن 18 سنة وبتاع، فانت محتاج حد موديل يبقى عامل شعره ضفاير مثلا عامل ازاي وفي كولرفول في شعره ولابسة كذا وسنها لا تتعدى عن كذا. بس انت لو عامل حاجة ناعمة هتبقى حابب ان انت الموديل بتاعتك اللي انت هتختارها هتبقى مثلا في سن 30 decent، شكلها كويس، representative، تبقى حاسس انها ناعمة. انتوا فاهمين الفكرة؟ حد مثلا عامل كولكشن له حركة وممكن ليه دعوة بالهايك وليه دعوة بالسفاري وليه دعوة بالحاجات اللي زي كده. انت هتختار سن اكبر شوية، هتختار اللوكيشن بتاعك في حتة تانية. هو ده يا جماعة الكور بتاع الايدنتيتي، كور بتاع الهوية. اعرف الهوية بتاعتك. الهوية بتاعتك مش بس ان انا اخترت كولكشن، كل حاجة على بعضها. التصوير مهم انك تعرفه بالتفاصيل، ينعكس على الكولكشن بتاعك زي ما انا قلت لك.
الموديل ممكن يتغير معاك، الميك اب بتاع الموديل ممكن يتغير معاك، الاكسسوارز، كل الحاجات دي بتديك طعم البراند بتاعك، الايدنتيتي بتاعتك. برضو الفيديو اللي جاي لسه بنتكلم في الايدنتيتي، هنتكلم في تفاصيل اكتر برضو، ودي هتبقى اخر فيديو عن الايدنتيتي او عن الهوية. فبرضو قولولي لو في اي سؤال بيشغل بالكم عن الموضوع ده، نقدر نتكلم عنه. بس شكرا.